ايه هي التطبيقات اللي انا ممكن استخدم فيها الاكسبكتد فاليوز في الحياه العمليه؟ خلينا اديلك شويه امثله بنشوفها كل يوم. اول استخدام ليها وانا هديهولك النهارده وهو الفاينانس او الماليات زي ما بنقول عليها، يعني الناس الاغنياء. بقدر احسب البروبابيلتي لكذا سيناريو عن طريق اول معادله خدناها خالص. لما احسب البروبابيلتي دي اقدر اجيب الاكسبكتد فاليو. ليه؟ لان بتكون حاجه كويسه جدا، مش هقعد اجرب بفلوس، لا انا اوريدي متوقع الناتج هيطلع كام، او الناتج اللي انا هحطه في مشروع ممكن يبقى كام، وهكذا. الاكسبكتد فاليو بتفيدني جدا في حاجه زي كده. حاجه تانية كمان وبنشوفها كل يوم واستخدام يعني ممكن تستغربوا شويه بس هوريهولك دلوقتي. الويذر فوركاستنج، او زي ما بنقول عليها نشرة الاخبار الجوية. بتلاقيه مثلا بيقول لك الصغرى -3 والعظمى -5، وده بيحصل فعلا في نشرات الاخبار الجويه، وده بيبقى عن طريق الاكسبكتد فاليوز. هو بيديك قيمه متوقعه لكن بيستعمل معاها كام معادله تاني عشان يديك انترفلز، يعني من والى، مش بيديك الرقم على طول كده. الرقمين دول الصغرى والعظمى بنجيبهم عن طريق expected values، ومعادله تانية بتجيب لنا كده حاجه زي interval او range. بس ده احد الاستخدامات، لكن طبعا في وايد رينج من الاستخدامات تانية ممكن تستعمله. بس انت طالما فهمتها كويس تقدر انت حتى تستعملها بنفسك بعد كده في حياتك اليوميه عادي جدا. واخيرا بما اني خلصت الفيديو ده، ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا على تشجيعك وبتسم. استمتع بالفيديوهات، سلام.